أهلا بيكم في تصوير أول ورشة كتابة ليا. قبل كده كنت بعملها بس ما كانتش متصورة، بس دي أول مرة نصورها وإن شاء الله تطلع بكواليتي كويسة، تطلع حاجة كويسة. أولا أنا حابب أصور ورشة الكتابة دي لأن في ناس كتير بيبقى عندها مشاكل في الكتابة بشكل عام، وبيحسوا إن الموضوع يعني بينسوها، لأن الكتابة هي مهارة ذاتية التطوير، أنت بتطورها مع نفسك وممكن حد يطورها معاك. بس الفرص إن حد يطورها معاك أو إن أنت تقابل حد بيعرف يكتب أو شاطر أو إلى آخره بتكون صعبة شوية، يا إما بتقدم على ورشة كتابة وبتدفع مبلغ مادي، وفي ناس ما بتهتمش بالموضوع ده لان الكتابه بالنسبه لهم هي هوايه. فانا اتعلمت حاجات كتير الحمد لله، اكيد لسه بتعلم، بس قلت اشارك الخبره اللي انا وصلت لها معاكم. فهنبدا اول حاجه النهارده احنا هنتكلم عنها، هو ده يمكن اللي هنتكلم عنه بالترتيب، وهو تعريف نفسي. ان انا مين اصلا اللي بدي لك الورشه عشان تبقى عارف انا مين. أنا فارس الدراس، طالب بكلية هندسة، نشرت روايتين، رواية اسمها الملاعين ورواية اسمها العنقاء. نشرتهم في 2022 و 23 وشاركت في مسابقات كتيرة تابعة للجامعة بتاعتي، جامعة طنطا، مسابقة اسمها إبداع وتصعدت جمهورية. والمسابقة التانية برضه تبع إبداع وكنت المركز الأول على الجامعة. وشاركت في البودكاست تبع جامعة طنطا وكذا حاجة تانية أنا شاركت فيها. وبحب الكتابة جدا لأن أنا بكتب من وأنا صغير، فاتعلمت حاجات كتير وقابلت ناس كتير فعلا كانت بتكتب وناس فعلا كتاب كبار، فاتعلمت منهم وخدت من خبراتهم وبقى لي انا ذات نفسي خبره شخصيه، فحبيت اشاركها مع اي حد حابب يتعلم. وكمان ان انا قريب من السن اللي طالع، فانا حاسس ان انا ممكن اوصل لكم الفكره بشكل ابسط وبشكل احسن بكتير. فاول حاجه حابين نتكلم عنها ان الكتابه هي رساله، انت دايما بتوصل رساله بالكتابه دي. الكتابه بتاعتك هي عباره عن ان انت بتخرج فكره في دماغك على ارض الواقع او في الورق. فلازم دايما يبقى عندك الفكره بتاعتك تبقى عامله ازاي، يبقى عندك الهدف، عندك التارجت اللي انت عايز توصل له. فلازم دايما تسال نفسك انا بكتب ليه. هو انت بتكتب علشان تخرج فكره في دماغك، ولا انت بتكتب عشان تعبر عن نفسك، ولا انت بتكتب ليه بالظبط؟ لازم يكون عندك هدف صريح، لان الهدف ده هنحتاجه في حته تانية قدام هنتكلم عنه بشكل اكبر. بس الهدف دايما بيساعدنا ان احنا نكمل، ان انت دايما لما تبقى عارف انت بتكمل ليه، او لما انت تبقى في مشوار مثلا، لو انت في طريق رايح في حته معينه، فانت ايه اللي يمنعك انك تخش يمين او شمال او تفضل مكمل طوالي؟ ان انت عندك تارجت بوينت، ان انت مثلا انا هوصل من النقطه دي للنقطه دي، فانا عشان اوصل للنقطه دي لازم امشي كده، ما ينفعش امشي يمين شمال الى اخره. فهي دي الفكره، الهدف بتاعك بيساعدك جدا. وسؤال انا بكتب ليه بيبقى مهم، فلو تعرف توقف الفيديو تكتب انت بتكتب ليه، قول لي انت عايز تكتب ليه، ايه اللي مخليك عايز تبقى تكتب كده. يعني ما هو الانسان الكتابه دي عباره عن تحرير رغبه جوه الانسان، فايه الرغبه اللي بتخليك عايز تكتب؟ ده اولا. بعد لما تعرف انت بتكتب ليه، ممكن اقول لكم انا بكتب ليه. انا بكتب لان انا بحس ان انا وانا بكتب بطلع كل اللي جوايا، مشاعر، افكار، راي، كل حاجه انا بكتبها على الورقه بتخرج من دماغي، بتساعدني، بتخليني افكر بشكل احسن بكتير. لان انا من الناس اللي بتحب الكتابه جدا، يعني انا من عشاق الكتابه بصراحه، لان هي بتخليني افكر بشكل احسن. لان انا لما اكتب الفكره قدامي على الورقه تبقى احسن بكتير من مجرد ان انا حاططها في دماغي. ما هو انت فكره في دماغك على فكره، فكره تانية، فكره ثالثه، انت خلاص دماغك اتشتتت. لما يبقى قدامك ورقه وقلم وفيها فكره، انت بتعرف تكتب ورا الفكره دي، تجيبها يمين تجيبها شمال، تبدا تفصفص الفكره دي عشان تطلع الحاجه اللي انت عايزها. فدايما اعرف انت بتكتب ليه، او ايه المحرك بتاعك عشان تكتب. ده تاني حاجه. وايه الهدف من الكتابه؟ دايما انا بقتنع ان اي نص او اي مقال او اي حاجه مكتوبه ليها هدف، سواء الهدف الامتاع او الهدف الرساله. هدف الامتاع اللي هي مثلا زي الروايات الرومانسيه او الروايات الكوميدي او او اي مقاله كوميديه او اي حاجه كوميديه، هي مش ساعات ما بتبقاش شايله رساله على قد ما هي هدف الامتاع، مقارنة مثلا بالحاجات اللي بيبقى فيها رسالة، ان هو لو فيها دراما او فيها حاجة كبيرة او في مشكلة بنستعرضها من خلال الكتابة بتاعتنا، فدي بتفرق بشكل كبير جدا. عشان كده خلي بالك انت ايه الرساله اللي انت عايز توصلها، وايه الهدف التارجت بتاعك اللي انت عايز توصله من الكتاب بتاعك. يعني انت لما الشخص يقرا المقال او الروايه او القصه او مهما كان العمل الادبي اللي انت كاتبه، هيستفاد ايه؟ هيبص كده، انا بعد ما قريت الكام صفحه دولت انا فعلا فهمت حاجه، انا فعلا استفدت حاجه، انا فعلا حسيت بحاجه، انا فعلا استمتعت. على الاقل اقل حاجه هو الاستمتاع. فالفكره كلها ان انت تبقى عارف ايه الرساله اللي انت بتوصلها من الاخر، علشان ما تتوهش. لان انت وانت بتكتب هتلاقيك بتتوه، هتلاقيك مثلا بتوصل في فكره ثالثه، في فكره لروايه جديده. طب هو ايه اللي يخليك بقى تعرف تركز في الموضوع او الفكره اللي انت كاتبها؟ ان انت عندك هدف معين عايز توصله، فالهدف ده بيتضح معاك اكتر وان انت توضحه من خلال العمل الدرامي اللي انت كاتبه بتاعك. فدي تاني او تالت حاجه. نخش بقى على انواع الكتابه. انواع الكتابه بتختلف بشكل كبير، لان انت الكتابه متقسمه حاجات كتيره، من اول الشعر لحد الروايه،
وكمان في بينهم حاجات. يعني انا بشوف ان هو في القصص والقصص القصيره، والقصص القصيره بالنسبه لي من اصعب انواع القصص او من اصعب انواع الكتابه، لان هي بتحتاج اختصار شديد جدا في الكلمات. لان هو القصه القصيره بالذات بتبقى شايله كلام كتير جدا، وبالذات القصه بتبقى فيها حاجه، يعني هي ميزه وعيب، ان هي مش طويله، فعلى قد ما تقدر مش هتعرف تحذف منها حاجه. يعني دايما بيقول لك القصه المميزه ان اللي انت ما بتعرفش تحذف منها سطر او تحذف منها كلمه، اللي انت لو شلت كلمه القصه اتاثرت، القصه حصل فيها خلل في المعنى. فعشان كده القصه ميزتها ان هي قصيره وفيها مرادفات كبيره وقويه وفيها معنى، وفي نفس الوقت صعوبتها في الموضوع ده بقى ان انت ازاي تعمل الحاجه الصغيره دي. نخرج من القصه للروايه، في روايه قصيره وروايه كبيره، بتختلف مع عدد الكلمات. فالروايه بشكل عام فكرتها كلها ان انت بيبقى عندك يعني زمكان كامل بقى، انت معاك زمان ومكان وشخصيات واحداث، ومش مجرد حدث واحد، لا انت احداث كتيره بتبني الروايه، لان هي فيها حاجات كتيره جدا. فالمعضله بقى في الموضوع ده ان انت ازاي تتكلم كتير وكلامك ده يكون مفيد. يعني ان انت هتكتب حاجات كتيره جدا، صفح كتير جدا، كلمات كتيره جدا، مواقف واحداث وشخصيات، بس ازاي كل الشخصيات دي بقى تكون في خدمه الحدث الرئيسي او في خدمه البطل بتاعك علشان يوصل للتارجت اللي هو عايزه. ودي حاجة مهمة جدا، ان انت تبقى عارف انت بتكتب فين، او انت بتكتب ليه، او انت بتكتبها توصله فين. وبالنسبة لي بقى اخر حاجة ممكن نتكلم عنها في انواع الكتابة او اشكال الكتابة بشكل عام، وهو المسرح. المسرح بالنسبة لي او بالنسبة للجميع يعني هو اسمه ابو الفنون، لان المسرح بيجتمع فيه كل حاجة، بيجتمع فيه التمثيل، وبيجتمع فيه الكتابة، وبيجتمع فيه الاخراج، وبيجتمع فيه الاضاءة والديكوريشن، فبيجتمع فيه كل حاجة. فانا بالنسبة لي المسرح ده اكتر حاجه مميزه بالنسبه لي. يعني انت لو عرفت تخش مجال المسرح، مجال المسرح تحفه، بتحس ان انت يعني بتنفصل عن العالم. انت كده كده لما بتكتب، هنتكلم عن الجزء ده برضو قدام، بتنفصل عن الشخصيه بتاعتك او بتنفصل عن كل معتقداتك وشخصيتك في مقابل ان انت تبقى الشخص اللي انت بتكتبه. لكن في المسرح بقى انت بتمثلها، انت بتمثل الشخصيه دي، انت متخيل ان انت بتمثل كاركتر معينه. فدي في حد ذاتها بالنسبه لي حاجه خرافيه كده، حاجه جميله جدا. فالمسرح بيستل ابو الفنون، فبالنسبه لي في المرتبه الاولى. بعد كده الروايه، بعد كده القصه، بعد كده الشعر، ان انا ماليش في الشعر، ومش هنتكلم عن الشعر كتير اصلا، او مش هنتكلم عنه خالص، لان الشعر ليه مدارس وبحور وليه حاجات كتيره جدا، في ناس اشطر مني ممكن تتكلم عنه. فانا هتكلم في المجال اللي انا بحبه هو الروايه، ممكن نتكلم عن القصه بشكل بعدين يعني. بعد كده هنيجي نتكلم عن حاجة برضو تانية، وهي أشكال الكتابة. أنت لما بتيجي تكتب بتتحط في قالب، فأنت بتختار القالب الكبير اللي هو أنا هكتب مثلا في شكل رواية، هكتب في شكل قصة، هكتب في شكل مسرحية، هكتب في شكل شعر، مسرحية يعني ملحمة شعرية. بس الفكرة كلها إن أنت بعد كده هتكتب إيه بقى؟ هتكتب دراما، رومانسي، شخصيات بوليسيه، هتكتب ايه بالظبط؟ هتكتب في اطار ايه؟ ما انت لازم تحط الاطار بتاعك، عشان الاطار ده هيبدا يلجمك، هيبدا يحط لك حدود، لما تخرج منها تعرف ان انت خرجت بره الدايره بتاعتك. فانت مثلا لو بتكتب رعب، فالرعب ليه حدود وليه حاجات معينه لازم تلتزم بيها. ونفس الفكره مع الدراما، نفس الفكره مع الرومانسي، نفس الفكره مع كل حاجه تانية. هتلاقي الموضوع بيتكتب بشكل تاني، وبالذات التاريخي، الحاجات التاريخيه بيبقى ليها كتابة وسردية وشكل معين لازم تلتزم بيه. فدي كلها حاجات مهمة لازم تخلي بالك منها وانت بتكتب. انت هتكتب ازاي، وهتكتب ايه، وهتوصل منه ايه. فدي كلها حاجات احنا اتكلمنا عنها، وحاجات مهمة تخلي بالك منها. فانا بفضل ان انت مثلا دايما تجيب ورقة وقلم وتكتب معايا ايه الحاجات المهمة اللي ممكن تخلي بالك منها. زي مثلا الشخصيات هنتكلم عنها، الاحداث، او ان انت هتتكلم عن حاجة معينة، والفكرة تكتبها علشان تطلع بيها باحسن شكل، عشان تطلع بفكرة كويسة ملتزمة وبشكل كويس. ده اللي أنا بتكلم فيه. تعالوا بقى نبدأ في إيه؟ في البداية بقى، نبدأ في قلب الكتاب بقى، في الصميم، وهو الصفحة البيضاء. أنت وأنت قاعد بيبقى قدامك صفحة بيضاء، بتخاف ساعات تكتب، ساعات بيبقى عندك الفكرة في دماغك حلوة جدا بتكتبها على الورق، بتبقى حاسس إن هي زي الزفت. فإيه اللي بيخلي الفكرة في دماغنا حلوة ولما تيجي على أرض الواقع ما بتبقاش أحسن حاجة، أو ما بتبقاش بأحسن شكل إحنا متخيلينه؟ الفكرة كلها إن الكتابة دايما في تطور. يعني انت لو كتبت سطرين النهارده، بكره مثلا ممكن يبقى ثلاث اربع سطور بعده هتيجي تعيد عليهم تخليهم بشكل احسن. فانت دايما وانت لما بتكتب العمل الفني او العمل الادبي بتاعك، اعرف ان انت دايما هيبقى عندك تطوير ليه، دايما هيبقى عندك انتقاد ليه. وهنا عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا، في فرق بين الغرور والثقه. ان انت ازاي تبقى واثق في العمل بتاعك، وازاي تبقى انت مغرور بالعمل بتاعك فانت ما بتسمعش اللي حواليك.
دايما الكاتب او العمل لازم هيتعرض للانتقاد، بس انا الفكره ان انا اعرف النقد ده نقد سلبي ولا نقد بناء، نقد هيفيدني ولا نقد لمجرد باب النقد. يعني انا مثلا لما بكتب عمل او بكتب صفحه او بكتب روايه، فانا بسال مثلا فلان، انا هساله أنا الروايه بتاعتي عامله ايه او هي عاجباك ولا لا، فيقول لي مش عاجباني. فحلو، انت مش عاجباك دي يعني هي اثرت في حاجه، يعني هي ما وصلتش المعنى بتاعها. فهي ما وصلتش المعنى بتاعها ليه؟ يقول لك لا انا ما عجبتنيش، مش حلوه. هي مش حلوه، مش اموره يعني مش هتتجوزها. ما لا، ما مش حلوه ليه سبب. الكتابه مش حلوه، النص مش حلو، السرد فيه اسهاب ان انت مطول كتير، النص فيه اختصار. فاهم؟ طالما النقد فيه حاجه معينه تقدر تشتغل عليها فده نقد بناء لازم تسمعه. لكن لو النقد سلبي فانت هتستفيد منه ايه؟ هو واحد اصلا بينقدك لاجل النقد، لاجل انه يقول لك انت وحش. فلا يا عم، انا وحش عشان انا في الاول، لكن انا لما بعد كده ابقى اتطور وابقى كويس واشتغل على نفسي اكتر هبقى جامد جدا. بس الفكره ان انت لما تيجي تقول لي انا وحش، قول لي انا وحش عشان